والصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنه وعن آل بيته الطيبين وصحابته أجمعين. كنا توقفنا بفضل الله تبارك وتعالى في الأسبوع الماضي عن في محاضرة الومضات بفضل الله تبارك وتعالى العشر. حد كتب العشرة وراه؟ طب ممكن حد يقولهم بس سريعا. الأولى الإخلاص سر الفتح، صح؟ وبعد كده الحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. وبعد كده خدنا 3 ركائز بفضل الله سبحانه وتعالى، تكلمنا عن الزمان والمكان والمقدار، صحيح؟ وبعد كده اتكلمنا عن خماسية لترسيخ المادة المحفوظة. كانوا ايه هم؟ بس بالترتيب. لا مش تبصر العينان، 2 تسمع الأذنان أو يكرر اللسان ويسمع الأذنان، والكتابة بالبناء. طيب تاني، تبصر العينان وتسمع الأذنان ويكرر اللسان وتسمع الأذنان أو الآذان، والكتابة بالبنان والفكر بالأذهان وكده هو. وبعد كده آخر واحدة إيه؟ أهم حاجة تكونوا عارفين يعني الترتيب. كده وصلنا للومضة رقم كام؟ كده لا كده يعني عدينا كام؟ خدنا 3 و5 و2 كده 10. فاضل إيه تاني؟ فاضل آخر إيه علشان المحاضرة تخلص. كنا شرحنا قلنا اللي هم إيه العناوين بتاعتهم. دي كانت الجملة من النصائح، بس دول كانوا 3 ومضات مع بعض. كان الاقتصار على طبعة واحدة شرحناها. أنا بس بحاول أوصل للمحاضرة سريعا. دي اللي كنا المفروض يعني هكلم حضراتكم عليها النهاردة أو في بدايتها. أظن إن شاء الله كده قربنا نوصل. هي دي الحمد لله. طبعا اتكلمنا عن نيات حفظ القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى في البداية، ودي القواعد ال5 حضراتكم. والمتشابهات تكلمنا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى. واتكلمنا عن النسبة دي المرة اللي فاتت. والومضة رقم 11 الاقتصار على طبعة واحدة. والومضة رقم 12 أي طبعة وأفضل لون للورق وأفضل لون في طريقة الكتابة. طبعا قلنا الذي يكون باللون الأسود، والاسم الشريف لفظ الجلالة الذي هو لله سبحانه وتعالى يكون باللون الأحمر. وأفضل طريقة للإمساك بالمصحف كنا تكلمنا عنها بفضل الله تبارك وتعالى. رقم 13 معرفة المعاني وإحكام الربط. هنشرحها سريعا إن شاء الله سبحانه وتعالى، وبذلك نكون ختمنا هذه المحاضرة. وكان من الواجبات اللي عند حضراتكم قراءتها. وطبعا تكلمنا عن تآت الحفظ ال5: التهيئة النفسية، الوضوء، اختيار مكان ترتاح فيه، أن تدعو الله تبارك وتعالى بالتوفيق والتركيز والتكرار والترابط، اللي هو إحنا هنتكلم عليه إن شاء الله سبحانه وتعالى الآن. الومضة رقم 13 بفضل الله سبحانه وتعالى هي إحكام أو معرفة المعاني وإحكام الربط. في مثلا من المواضع القرآن كله جميل، لكن القرآن الكريم يا جماعة الخير تميز بأن نسبة منه كبيرة فيها سرد قصصي. يعني مثلا اللي من حضراتكم ما وصلش لقصة سيدنا يوسف عليه السلام وهو في متابعة محفوظه الجديد سيصل إليها وكان سمعها من قبل. أولا تقع في قلبه محبة السورة لما فيها من أحداث عجيبة. يعني أنا مش عايز بس أستطرد كثيرا، يعني لكم أن تتخيلوا أن التعامل مع القصص القرآنية لو تم من ولي الأمر باحتراف، ده ممكن ينقل الطفل أو الشخص اللي بيسمع القصة ده، أو لو كانت طريقة السرد طريقة روائية جميلة، تنقله إلى مكان تاني خالص. يعني أنتم مدركين مثلا لما أنا أجيب طفل صغير مثلا وأقول له عندنا مثلا بلغة كرتونية كده جميلة، أقول له إن كان في مثلا شخص صالح أو شخص جميل أو شخص طيب، طبعا مع حفظ المكانة لكل أنبياء الله سبحانه وتعالى، كان اسمه موسى عليه السلام. موسى عليه السلام ده أنا بحاول أحكي لابني مثلا تسلسل قصصي، ولكم أن تدركوا إزاي ده مثلا بيكون سبب
في تفتق الذهن عند الطالب. احنا عندنا في حاجة اسمها المهارات العليا في التعليم. اني انا مثلا ادي للطالب مشكلة، او انا من خلال الدرس المفروض بنحل مشكلة، بس قبل ما انا اعرض عليه طريقة الحل انت ممكن التفكير بتاعك يوديك لحد فين في الحل. فانا بقول له ان موسى مثلا عليه السلام ده ولد في عصر كان فيه شخص ظالم خالص اسمه فرعون، ده كان بيقتل الاطفال الصغيرين. وطبعا هنا لازم ولي الامر يكون يعني بيحترس بحيث ما يخوفش يعني مثلا طفل صغير او كلام زي ده. ممكن بيقضي على الاطفال الصغيرين، نحاول يعني ننتقل الفاظ لدرجة إن أم موسى علشان تحافظ عليه وضعته في صندوق كده صغير على قد حجمه وحطته مثلا في البحر. تخيلوا مثلا إن الطفل ده أنا لما أحكي له جزء من الحكاية وأقول له سابته في البحر، هو عايز يعرف مصير موسى عليه ده من البداية، مستحيل الطفل ده يتخيل إن موسى عليه السلام الطفل الرضيع اللي هيلقى في البحر رقم واحد إن هو يكون في قصر فرعون. مستحيل. لأن أم موسى عليها السلام تريد أن تبعده عن أنظار فرعون، وربنا رباه في قصر فرعون سبحانه وتعالى. ما يتخيل أساسا أنه يخرج من هذا اليم سليما معافى، وخرج رضي الله تعالى عنه من اليم سليما معافى. لما أشرح له أن موسى عليه السلام بعد كده كبر وأصبح في بينه وبين فرعون مبارزات كلامية، وأنا بالمناسبة بحاول أفهمه الدروس المستفادة، إنك لما تكون داعية للحق لازم تكون داعية فصيح اللسان، أو شخص عندك مهارة داخلية أو تتحلى بالإمكانات اللي تخليك تفصح عن الحق اللي عندك. كان الشيخ الغزالي رحمه الله تعالى كان بيتكلم في معنى جميل جدا. الشيخ الغزالي مش الإمام الغزالي، الشيخ الغزالي ده حديث رحمه الله تعالى. الشيخ الغزالي كان بيقول إن إحنا نحن الذين معنا الحق، لكن الباطل أجاد لكن الباطل كان له قوم يجيدون الإفصاح عنه. يعني أنا كرجل معي الحق وعندي جماعة تانيين على طائفة من الباطل وعلى حكم من الباطل، لكنهم زينوا الباطل وتكلموا عن الباطل بطريقة هي أفضل من الحق الذي عندنا. مين اللي يرجح عند العوام؟ الباطل أكيد. فاهمين؟ لو انا مثلا بشرح له قصه سيدنا موسى عليه السلام، فبفهمه ان ازاي موسى عليه السلام كان فصيح اللسان وكان جريئا في قول الحق وكان معترف بالخطا. سيدنا فرعون كان بيقول له ان في سوره الشعراء ان هو عمل جريمه القتل دي، كان بيقولها له ازاي؟ نسيت الايات. كان لا ده رد سيدنا موسى عليه السلام. هو فرعون قال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين يعني تخيلوا المبارزة الجماهيرية دي، ان هو فرعون بيقول له انت مش كنت جاي صغير واحنا اللي ربناك في القصر واحنا اللي كبرناك واحنا اللي علمناك وتربيت في مكان هو لنا؟ ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين. طيب فين رد الجميل اللي احنا عملناه لك؟ انت مش بس عملت كده وفعلت فعلتك التي فعلت. يعني انتم متخيلين ان هو كان فرعون بيوجه له تهمه هي ثبتت لموسى عليه السلام، وجاله رجل من اقصى المدينه الى اخر الايات الشريفه المعروفه. فسيدنا موسى عليه السلام اعترف بها بكل بساطه او بكل صراحه، قال والله انا اخطات ولكني فررت منكم لما خفتكم وربنا تبارك وتعالى وهب لي حكما. بعد كده سيدنا موسى عليه السلام قال له يعني انت يا استاذ فرعون او يا عم فرعون هنفتح ملفات قتل وكلام زي ده وجرائم دوليه؟ طب انا رجل قتلت واحد وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. انا قتلت واحد. طب بالنسبه للمذابح اللي حضرتك ارتكبتها كنت بتقتل اطفال بني اسرائيل سنه وتسيبهم سنه. وبالمناسبه فرعون لما كان بيسيب اطفال بني اسرائيل سنه ما كانش محبه فيهم. هو تخيلوا هو لما شعب يقتل فيه كل الاولاد الرجال، مين اللي هيقود الدوله بعد كده؟ ومين اللي هيقوم بشؤون الدوله بعد كده؟ مفيش. صح ولا لا؟ فكان بيقتل الاطفال عام ويتركهم عام لاجل مصلحه هو يريدها بعد ذلك. فبيقول له طيب انا قتلت واحد وكنت معترف به، انت ماذا عن البشر الذين انت ابدتهم من بني اسرائيل؟ وتخيلوا سبحان الله، شوفوا فرعون ده يا جماعه الخير. كان شوفوا فرعون لما تكلم مع بني إسرائيل عشان تعرفوا أن على كل إنسان ينافح عن قضية أن يكون
ألا يظلمها بسوء البيان عنها. شوفوا فرعون لما كان بيقنع بني إسرائيل، كلنا يعرف فرعون وال وال وال, وال ايش نسميها، ده فرعون ده يا جماعة الخير كان مختل عقليا بالمعنى الحرفي. يعني ده كان شخص كان أقل ما يمكن أن يقال فيه من الإجرام كان يمرر السكين على أطفال بني إسرائيل. يعني شخص غير معقول. لذلك السيدة آسيا رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها من الكمل من النساء. ليه؟ لأنها تحملت رجلا بعقلية فرعون. من النساء تتحمل تستطيع أن تعيش مع رجل بهذه وهو الذي قتلها في النهاية رضي الله تعالى عنها، قتلها وجعل الجنود يلقون عليها صخرة كبيرة. فكنت بقول لكم فرعون وقال فرعون ذروني اقتل موسى. جمع بني اسرائيل كده والسحرة بتوعه، ذروني اقتل موسى وليدعو ربه. ليه؟ لاني انا ربكم. وهو هيجيب يعني حاشا لله، ياتي بربه يكون معه، وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دي. هو فرعون كان بيبين لهم ان انا خايف على المصلحه العامه بتاعتكم. والله يا جماعه انا هقتل موسى ده بمساعدتكم علشان خايف ان هو يبدل الدين او ان يظهر في الارض الفساد. طيب موسى عليه السلام أظهر في الأرض الفساد، مع أنه ما فيش فساد ظاهر لسيدنا موسى عليه السلام، وفرعون بكل ما فعل ما أظهر في الأرض الفساد. يعني لكم أن تتخيلوا أن الذل الذي وصل فيه متخيلين المعنى ده يا جماعة الخير؟ وتخيلوا لما فرعون يطلع يتكلم باللسان ده والناس تصدقه عادي. ما تجد في التاريخ إن أهل مصر ساعتها أو إن اللي كانوا عايشين تحت حكم فرعون خرجوا عليه أو قالوا له أنت كده. كانوا يسلمون أولادهم إما مجبرين أو إما لا يملكون لأنفسهم حيلة أو لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. فالشاهد إن قصص السرد القرآني فهمها والاطلاع عليها مهم جدا. قصة زي قصة سيدنا يوسف عليه السلام لما أنا أحكيها لحد من غير ما يعرف القصة وأقول له إن من باب إني أنا أحاول إن يكون بينه وبين إخواته ترابط كبير، أقول له إن سيدنا يوسف عليه السلام أو إن يوسف عليه السلام كان طفل مثلا صغير عنده 9 سنوات. بالمناسبة أنا علشان أكلمكم في تنمية مهارة، يعني الأطفال أو الأولاد لما بيسمعوا مثلا قصة الأبطال الخارقين أو سوبرمان أو الأولاد اللي بيطيروا، أنا ممكن أنا أقول له إن إحنا عندنا خوارق للعادة موجودة في الدين. يعني هو لما انا احكي للطفل واقول له مثلا ان سيدنا موسى عليه السلام واقف كده قدامه بحر ووراه فرعون بجيش كبير معاه فيه 60,000 مقاتل ومعاه العده الحربيه والعتاد بتاعه، ده ممكن ينجو ازاي؟ انتوا تخيلوا كده بعقليه الطفل هو ممكن يصل لكم حل. احنا دلوقتي عايزين ننجي سيدنا موسى عليه السلام، فممكن يقول له والدته والله او الشخص اللي بيحكي له القصه ممكن يكون في سفينه في طائره لانه شاف الادوات الحربيه دي موجوده او اطلع عليها بصوره من الصور. انتوا فاهمين اللي انا عايز اوصله لكم؟ مثلا قصه زي قصه سيدنا يوسف عليه السلام لما انا اقول له مثلا ان من باب اني انا عايز اربطه بمحبه اخواته مثلا، فاحكي له ان في جماعه من او اخوه سيدنا يوسف عليه السلام ارادوا ان هم يتخلصوا منه فالقوه في بير عميق جدا بعيدا عن والده. تخيل يوسف عليه السلام ده ازاي ينجو وانا اربطه بمعيه الله تبارك وتعالى. اللي انا عايز اوصله لكم ان قصه سيدنا نوح وقصه مثلا سيدنا زكريا في خوارق العادات وقصه السيده مريم، معرفه المعاني او التفاسير المختصره للقصص القرانيه من اجل ما يجعلها عميقه في قلب الانسان. علشان كده بفضل الله سبحانه وتعالى بنشوف في تطور في بعض الحلقات القرانيه اللي القائمين عليها بفضل الله يعني بداوا ان هم يشرحوا قليل من المعاني. وانا يعني خلوا ده تحدي مثلا، يعني سبحان الله على لساني الان ان ما تخلصش سنه 2026 الا وانتم قراتم تفسير مختصر للقران الكريم. تفسير مختصر زي مثلا المختصر في التفسير، هو ده مصحف في داخل التفسير، فتطلعوا اجمالا على كل تفاسير الآية. يعني برضو ممكن نرجع لقيمة الصحبة اللي احنا تكلمنا عليها، او الأسرة. ممكن حد يعمل كده مع أسرته مع أهله مع إخواته، او ممكن انتوا تقسموها بتوع الفاروق مع بعض يجتمعوا بعد ما الحلقة تخلص. واحنا الحمد لله يعني أسبوع او ان شاء الله يعني خادمون على العطلة الصيفية. لما تقرأوا مثلا في كل يوم 5 صفحات مثلا أو تفسير جزء معين من القرآن الكريم قطعا تستفيدون منه استفادة كبيرة. ده الشق الأول المتعلق بمعرفة المعاني. الشق الثاني بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام هو إحكام الربط.
يعني ايه احكام الربط؟ مش بتشوفوا او انتم ممكن تجدوا كده في نفسكم اني انا ممكن مثلا اسمع ايه على المعلم او على المعلمه الخاصه بي، وانا اقرا الايه وعايز حد يقول لي بدايه الايه اللي بعدها، صح؟ واقرا الايه وعايز حد يقول لي بدايه الايه اللي بعدها. هنا الشخص ده واقع في مشكله اسمها عدم احكام الربط بين الايات. طب بكل بساطه يعني ايه احكام الربط؟ احكام الربط ده بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام كمان مره بينقسم لثلاث اقسام. في ربط بين الجمل القرانيه، وهناك ربط بين الايات وهذا اشهرها، وهناك ربط بين المقاطع. الربط اللي بين الجمل القرآنية، اقرأوا معايا التعريف ده وهو بسيط، هو ربط آخر الكلمة من الجملة بأول كلمة من الجملة التي تليها. يعني ضربت لكم مثلا مثال يا أيها الذين آمنوا، عارفين آية الدين المشهورة؟ الآية دي كلها آية هي قطعة كاملة على بعضها، فأنا إزاي أحفظها كلها مرة واحدة؟ عن طريق إني أنا أمسك الآية دي وأقسمها لجمل قرآنية. طب أنا كنت فاكر إني أنا كان عندي المصحف، وكنت انا وانا بسمع ايه الدين دي مسكت قلم لونه ازرق وجيت عند كل علامه جيم في ايه الدين ورحت عملت كده زي علامه صغيره او شرطه على اساس ان دي ايه، فطلعت من خلال الصفحه دي، لان عند كل علامه من العلامات هذه جمله، طبعا مع اختلاف انواع الوقف، سواء بس يعني كلها ما كانت وقوف قبيحه بفضل الله. يعني مثلا لو جبت لكم الان ايه الدين اهي، دي آية الدين، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. المعنى واضح إن إحنا لو تداينا بدين نكتب الدين، فكنت بعمل هنا علامة، شايفين علامة الجيم؟ وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وأحط هنا علامة لأن المعنى أيضا متمم للمعنى. ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كنت بحط هنا زي شرطة أو كأنها معنى أو كأنها معنى آية. طب احنا دلوقتي عايزين نربط بين الجمل القرآنية دي، نربط بينها ازاي؟ عند كلمة فاكتبوه دي جملة قرآنية صح؟ عندها علامة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب. ففكرة الربط بين الجمل القرآنية إني أقرأ الجملة القرآنية مع كلمة من بداية الجملة اللي بعدها، بحيث يكون الجمل كلها متصلة مع بعضها كأنها بنيان مرصوص. تاني، الجملة القرآنية آخرها كلمة إيه؟ أنتوا شايفين معايا على الشاشة صح؟ آخرها كلمة إيه؟ فاكتبوه عند العلامة اللي هي علامة الجيم دي، لأن هي بالنسبة لي علامة وقف. فبقرأ يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وما أقفش هنا بعد ما أحفظ الآية، أجيب بداية الجملة اللي بعدها وأقرأ كلمة واحدة بس، يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب، فاكتبوه وليكتب، وأعيد الآية وأقف عند كلمة فليكتب. طيب الجملة اللي بعدها وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب ولا يأبى، وأعيد كده من البداية لحد ما يكون عندي فكرة الترابط بين الجمل القرآنية واضح، فبالتالي لما أسمع مش محتاج إن في حد يردني. ده النوع الأول من الترابط، وده مش شائع جدا إلا في الآيات الطويلة. يعني آية زي آية الدين، سورة مثلا زي سورة النساء فيها بعض الآيات الطويلة، سورة مثلا زي سورة المائدة فيها بعض الآيات الطويلة، فدي بننفذ فيها فكرة الربط بين الجمل القرآنية. النقطة الأولى دي واضحة؟ طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رقم 2 الربط بين الآيات، وهو اللي بيظهر فيه الخطأ الشائع هنا. الربط بين الآيات يكون بين الآية والآية التي تليها، وكذلك آخر آية من الصفحة مع أول كلمة أو مع أول آية من الصفحة التي تليها. مثلا أفغير دين الله يبغون، دي آخر آية في الصفحة، تمام؟ أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا، دي بداية الصفحة. فالربط بين الآيات القرآنية، أنا دلوقتي خلاص الصفحة ختمت ومنتظر إن المعلم يردني، لا، أنا بعمل شيء اسمه الترابط بين الآيات القرآنية، إني أنا بحفظ الآية كاملة مع المفتتح من الصفحة اللي بعدها. علشان كده بتجدوا إن في بعض المصاحف أنا ومشهورة بتجدوا إن هي بتكتب في الهامش على يسار الصفحة تحت خالص بداية الصفحة اللي بعدها، صح؟ بيكون موجودة في بعض المصاحف. فده اسمه الترابط بين الآيات. طب عايزين طيب نعمل مثلا ترابط بين الآيات، فين مثلا لا يعني، بس دي آيات ممكن تكون قصيرة نوعا ما، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هنا دي آية عند رقم 2، دي آية ألف لام ميم يعني كلمة صغيرة معروفة. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب،
ده اسمه الترابط بين الآيات، إني أنا بقرأ الآية اللي أنا بحفظها وبرددها براحتي، وبعد كده أجيب الكلمة المفتاحية بتاعة الجملة اللي بعدها. لأن المعلم لما بيردني، بس ركزوا معايا في النقطة دي، المعلم لما بيردني بيقول لي كلمة ولا بيقول لي الآية كلها؟ بيقول لي كلمة. فأنا لما أكون متقن للآية أو للكلمة المفتاحية دي، فبالتالي أنا مش هحتاج رد المعلم. بعيد تاني يا جماعة الخير، أي ماضي هو منسي كان لوح ولا ما كانش لوح؟ كان لوح. فاللوح لو ما حدش حفظه من البدايه بطريقه صحيحه، هيصير ماضي ولا مش هيصير ماضي؟ هيصير ماضي، بس هيصير ماضي مش محفوظ. وبعد كده حضرتك تيجي تكون وصلت في سوره الاعراف، بس مش عارف تسمع صوره مثلا زي سوره الجاثيه بطريقه صح، صوره زي سوره ايا كان الصور القرانيه اللي بيسقط فيها يعني معظم الطلاب او كثير من الطلاب. فالله يرضى عليكم، في خلال الرحله القرانيه اللي حضراتكم ماشيين فيها، الرحله الشريفه اللي كلكم ماجورين عليها ان شاء الله سبحانه وتعالى، اللوح اللي تحفظوه احفظوه بطريقه صح. ليه؟ علشان انا ما اجيش اندم بعد كده ويكون اسمي حافظ كذا من القران بس انا فعلا مش حافظه. لانه يا جماعه الخير احنا اتكلمنا يعني ايه حفظ؟ هو انك تحفظه كما تحفظ او تقراه كما تقرا الفاتحه. النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا رابط مهم، لما ودي في دوره ان شاء الله ممكن نتكلم عليها بعد كده، لما عرضت امراه من النساء نفسها على رسول الله للزواج، فجاء قام رجل من الصحابه قال يا رسول الله انا اتزوجها ورسول الله ابى الزواج منها. فقال عليه الصلاه والسلام يعني معك شيء تدفع مهر لهذه المراه؟ فقال يا رسول الله ما معي شيء. قال التمس ولو خاتما من حديد. قال يا رسول الله ما معي شيء. قال أمعك شيء من القرآن؟ قال يا رسول الله معي البقرة وآل عمران. فين موضع الشاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام أتحفظهن عن ظهر قلب؟ بتعرف تسمع البقرة وآل عمران عن ظهر قلب؟ هو ده معنى هو لما حد أقول له أنت حافظ لحد فين؟ يقول لي مثلا لحد سورة الكهف، لازم أنا مباشرة أسأله السؤال ده، أتقرأهن عن ظهر قلب؟ بتعرف تسمعهم في لما اقول لك اقرا من هنا ما تقوليش استنى اراجع او استنى اشوف بدايه الصفحه او الكلام ده. اتقراهن عن ظهر قلب، خلوا ده الشعار بتاعكم في اللوح اللي انتم بتحفظوه، في الايات اللي انتم بتسمعوها، اتقراهن عن ظهر قلب. غير كده حقيقه واكيد انتم فاهمين كده لا يسمى حفظ، لا يسمى حفظ. اتفقنا يا جماعة الخير؟ إذا النوع الأول هو الربط بين الجمل، النوع الثاني الربط بين الآيات، النوع الثالث وده في غاية الأهمية والحمد لله بيطبق عندنا هنا في المركز، الربط بين المقاطع. بعيد تاني، أي ماضي كان لوح ولا ما كانش لوح؟ كان لوح. فلما مثلا أنا في سورة الإسراء عندي لوح النهاردة من آية 1 لحد آية 5، لازم تاني يوم ما ينفعش أجيب من 5 لحد 10، لا أجيب من آية 1 لحد آية 10. الربط بين المقاطع يعني لو عندي لوح في اليوم الأول من آية 1 لحد 10، اليوم الثاني لازم يكون من 1 لحد 20. طيب لو ما كانش ده متيسر على الشخص اللي أنا بسمع له من معلم أو معلمة، خلاص أنا أقرأها على أخي لي رفيقي في الحلقة، لأن احنا اتفقنا لما يكون الشخص معاه صديق يعينه على التقدم في هذه المرحلة، الرحلة حقيقة يعني عناؤها يكون يسير، لأن مش أنا لوحدي اللي بنعاني مع بعض يعني. ويتم الربط أيضا من خلال حفظ آية وكلمة كما تكلمنا بارك الله فيكم. مثلا سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم. سيقولون لله يعني سيقولون لله قل فأنا تسحرون، دي آية. الكلمة المفتاحية بتاعت الآية اللي بعدها بل أتيناهم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم. سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم. بعد كده أحفظ الآية بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، وأردد الآية لحد ما أحفظها، وبعد كده أقول ما اتخذ الله من ولد سبحانه وتعالى. وبهذه الطريقة هحفظ النهاردة 5 آيات أو 6 آيات، بعد كده تاني يوم 5 أو 6 آيات. بهذه الطريقة يعني انتوا لكم ان تتخيلوا احنا جمعنا موضوع الحفظ والقراءة من كل الجوانب بفضل الله، من اول اختيار الزمان والمكان والمقدار، راجعوا معايا، وتبصر العينان ويكرر اللسان، والكتابة بالبنان وتسمع الاذنان، والفكر بالاذهان، والكتابة بالبنان، وبعد كده موضوع معرفة التفسير والربط بين الآيات. مفيش يا جماعة الخير لوح ممكن ننفذ عليه شوية الحاجات اللي احنا قلناهم الكتير دول وينسى. صعب. وانا هقول لكم على حاجة وهكون صريح معاكم جدا فيها، تنفيذ الطريقة دي في الحفظ صعب، ده رقم 1. رقم 2، تنفيذ الطريقة دي في الحفظ لا يطيقها يعني صعب اني انا اصبر عليها. بس هقول لكم على حاجة برضو، اللوح انت بتحفظه مرة واحدة، فلو ما حفظتهوش صح انت تضيع على نفسك عمرا ومالا. فالحاجة لما تحفظها احفظها صح من البداية. متفقين يا جماعة الخير على المعنى ده؟ وهقول لكم على حاجة برضو، كان المتنبي رحمه الله تعالى كان ليه أبيات جميلة جدا،
علشان في بعض الناس يا شيخ الطريقه دي طويله، او معنى كلامهم ان هم مثلا بيشتموني في سرهم، واحنا بنحفظ بالطريقه اللي هي المعتاده بتاعتنا ده كده كويس وخلاص. مع اني كلمتكم عن الاحصائيه اللي احنا اتكلمنا عنها. بس كان انا هقول لكم على حاجه، جربوا بس، جربوا، مش هنخسر حاجه. يعني احنا بقالنا 20 سنه 15 سنه ايا كان العمر بنحفظ بالطريقه القديمه المعروفه. نجرب بدي مره واحده بس ونشوف هيكون في فارق ولا مش هيكون في فارق. مره واحده بس، مره واحده بس. كان المتنبي، اقول لكم الابيات ده جميله، كان يقول: فكن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده، إن كنت في شك من السيف فابله، فإما تنفيه وإما تعده، وما الصارم الهندي إلا كغيره، إن لم يفارقه النجاد وغمده. يعني إيه الأبيات دي بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان المتنبي بيكلم سيف الدولة أظن، أو بيقول الأبيات دي بصفة عامة بس ليها معنى مهم. كان بيقول: فكن في اصطناعي محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده. أنا لما أشوف حصان من بعيد، هل انا هعرف؟ انا رجل لا يعرف الغيب، الحصان ده بيعرف يكر ويفر في المعركه ولا لا؟ سريع ولا بطيء؟ يند من على راكبه او يند من راكبه ام لا؟ طب انا علشان اعرف لازم اعمل ايه؟ لازم اجرب. هو بيقول لك انت علشان تعرفني انا ماهر ولا لا، جربني كانك معك جواد مثلا تريد ان تدرك مدى سرعته، مدى كره وفره في المعارك. فكن في اصطناع محسنا كمجرب، يبن لك تقريب الجواد وشده. وبعد كده بيضرب لك مثال، يقول لك: ان كنت في شك من السيف فابلغه. انت عايز تعرف السكين ده او السيف ده بيقطع ولا لا، تعمل ايه؟ جرب انك تقطع فيه. فابلغه يعني عرضه لاختبار، فاما تنفيه يعني خلاص تبعده خالص لانك تعرف ان هو به ثلمة لا يقطع، واما تعده انك تستخدمه. طيب بعد كده المتنبي بيضرب لك مثال كمان، بيقول لك: وما الصارم الهندي. الصارم اللي هو السيف الهندي اللي الحديث بتاعه من الهند، لان كان اجود انواع الفولاذ اللي بيصنع منه السيف قديما كان من الهند. لذلك كان رجل من الشعراء يقول: وظلم بني الإنسان أشد مضاضة عليه من وقع الحسام المهندي. الحسام المهند يعني السيف المصنوع من الفولاذ الهندي. فهو بيقول لك: وما الصهرم الهندي إلا كغيره، يعني الحديد أو السيف اللي مصنوع من الهند أو اللي مصنوع من فولاذ الهند هو زي السيف اللي مصنوع من أي مادة تانية، إن لم يفارقه النجاد وغمده. أنا إمتى أعرف الفارق بين السكينة اللي بتقطع وبين السكينة اللي مش بتقطع؟ لما اجرب واعرض كل منهم للاختبار. فده اللي انا عايز اقوله لكم. ممكن يكون حد يقول والله انا مش هعرف، مش هنفع للطريقه دي، فانا اقول لك انت مش هتخسر حاجه، جرب. اعمل زي ما المتنبي رحمه الله تعالى تكلم في هذا الباب: فكن في اصطناع محسنا كمجرب. وده يا جماعه الخير انتوا اتكلموا يعني جربوه في اي حاجه. يعني حد يقول انا والله ما بعرفش احفظ انجليزي، طب جرب. هو انت خسران حاجه؟ ما بعرفش اذاكر فقه، جرب. ما بعرفش احضر محاضرات طويله، جرب. اي حاجه في حياتك جربها. فكن في اصطناعي. ممكن تكون بتعرف، طب لو ما بعرفش خلاص اشوف طريقه تانية. فاهمين يا جماعه الخير؟ انما ما افضلش انا، لان العقل هو يدفع الانسان الى منطقه الراحه. انا مش عايز اجرب. بالنسبه لي اي حاجه في الدنيا دي علامه انذار، علامه خطر. تدركه مثلا اي مرحله انتقاليه في حياه الانسان بتكون صعبه، ان هو خلص الاعداديه انتقل للثانويه، او ترك البيئه اللي كان فيها وبدا يهاجر او يسافر لبيئه تانية. في اول شيء يعني انا اذكر اليوم الاول اللي كنا بنروح في الكليه، كان حاجه كنت خايف جدا لان ما عمري ما كنت بركب مواصلات لوحدي يعني. بس بعد كده لا خلاص بقيت ابغض هذه المواصلات بغض يعني اي حد بساله رايح فين يقول لي هركب محور بس كده كفايه مواصله المحور دي. نسال الله الا يذيقكم مرارات. انا اكثر من مره بس مش عارف الكلام ده مسجل البس واخد حياه الكليه وكل حاجه وارتب اموري واروح اقف عند عربيه المحور، الاقي بنات كتير جدا والاقي رجاله كتير جدا، وانا مش من النوع اللي بيحب البهدله بصراحه، ولا بعرف اجري ولا بعرف اعمل اي حاجه. فكنت بلاقي الدنيا زحمه وفي طوابير كده وبتاع، المشكله ما فيش طابور، فباخد نفسي رشيدا وبروح. فكانت والدتي كانت في بعض الايام تسالني في ما رحتش الكليه ليه، فبقول لها ما فيش محاضرات النهارده هنا. فلان ما انا بصراحه لو ما فيش المواصلات دي يعني كنت مثلا كان عندنا محاضرات قران عليها 20 درجه. ف ف
انا كنت مثلا علشان انا اروح احضر المحاضره دي الساعه 9 مع الزحمه والمواصلات والكلام ده، اطلع مثلا الساعه 6، يعني ده اقلها علشان اطلع ويكون الساعه 6 ده لازم انا اكون جايب لها صاحب مثلا بساعتين، علشان انا اكون رتبت اموري وكل حاجه تكون تمام، ورجعت لو عندي حاجه ناقصه الفلوس كل حاجه تمام. فتخيلوا مثلا من الساعه 4 علشان انا احضر محاضره الساعه 9، آه، في حين اني انا مثلا لما بروح احضر الاقي حد صاحبي جاي من السكن بتاعهم، بيكون تقريبا 6 او 7 دقائق مشي من الكليه، مشي الاقيه مثلا داخل بعد بنص ساعه، ب10 دقائق. احيانا في منهم بيصل متاخر خالص لان يعني اخذه النوم. ف شيء صعب حقيقة يعني. ويعني أنا بأسمع حاليا أن ربنا سبحانه وتعالى فك يعني هذه الأزمة، وصارت المواصلات هينة يعني. طيب محاضرة النهاردة، طب مش هنطول فيها إن شاء الله سبحانه وتعالى، بس هي من أهم المحاضرات. يعني فاكرين الجدول ده لو هنراجعه مع بعض؟ الجدول ده أخذنا بفضل الله سبحانه وتعالى الصف الأول كله صح، وأخذنا بفضل الله الصف الأخير كله ما عدا آخر محاضرتين فيه، اللي هي رقم 14 ورقم 15. وهنبدأ دلوقتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في المحاضرة رقم 6، لماذا لا ننتفع بالقرآن. في فيديو عايز أوريه لحضراتكم. بس مش عارف هو فين، يعني حد ممكن إن شاء الله هنلاقيه. كان فيديو حديث ومهم. هو الفيديو ده ركزوا معايا فيه معلش، هو قصير طويل شويه بس مش هناخده كله، انا عايز اوريكم بس يعني شيء منه بس، او نبذه تعريفيه يعني. شايفين صح؟ سمعت كثير عن هذا البلد، خاصة طريقة حفظهم للقرآن. والله لو اختفت جميع المصاحف عن وجه الارض والله لاملينا القران من قلوبنا. الله اكبر. الله سبحانه وتعالى لهذه ده باش مهندس من قطاع غزه وعايش في تركيا حاليا، وقائم على مخيم تاج الوقار، مخيم فريد من نوعه، في ما فيش زيه في القرى الارضيه تاني حقيقه. وحتى بدأوا ممكن تبحثوا عنه على اليوتيوب، ليه فيديوهات وليه مقاطع مسجلة وليه قناة على اليوتيوب. فأخذ سافر في رحلة، يعني انتوا هتسمعوا معايا دلوقتي بس عايز افهمكم يعني عملاق أفريقيا السوداء وأكثرها سكانا دولة نيجيريا اللي فيها قرابة 100 مليون مسلم. Dear passengers, نيجيريا. we hope that you had a pleasant flight. ونحن الآن في مطار العاصمة النيجيرية أبوجا، متوجهين إلى ولاية كانو. لا دي مش تبع الفيديو دي. هو بما انه شخص منشغل بالقرآن الكريم وبيحاول يستقطب افضل الطلاب من العالم كله، من اي دولة من الكرة الارضية، الطلاب يشاركوا في مخيم تاج الوقار. اظن سعر الاشتراك للطالب $1000. $1000 ده يعني حوالي 50,000 جنيه. بس مخيم يعني حقيقة، هو $1000 ده من الناحية اللي هي التكاليف هو مش كتير خالص. $1000 يعني 1000 جنيه بس. فارق العملة هو اللي بيعين على الكلام ده، لأن عملة تركيا اللي هي الليرة التركية هي شبيهة بالضبط قريبة، يعني الليرة التركية أظن بجنيه وربع من الجنيه المصري، فما فيش تفاوت في العملات. فده بيفيدهم إن هم يعرفوا يقدموا للطالب ده أفضل خدمة على الإطلاق. كل يوم كان فهو كان بيسمع كلام عن نيجيريا، فراح سافر لنيجيريا نفسها في رحلة بيستكشف فيها ازاي الطلاب بيحفظوا القرآن وايه شكل الحلقات. دلوقتي لما بتسمعوا الفيديو ده قارنوا ده بالواقع اللي احنا عايشين فيه حاليا، احنا كبشر اللي هو حضراتكم يعني. القرآن is paying
يكتب كل يوم حزبين من القرآن. الله أكبر. فاكرين الكتابة بالبنان؟ هو بيكتب 20 صفحة كل يوم. الله أكبر. تقريبا مشينا 3 كيلو. ترحب بأرضنا وتقول أهلا، الحياة منعدمة عندهم. ما شاء الله. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ركبنا آلة الزمن بدل الطائرة إلى نيجيريا ورجعنا إلى عصر السلف. انتوا عارفين ده معناه ايه؟ ان احنا وصلنا لقوم ابسط مقومات الحياة وادنى مقومات الحياة صعب تلاقيها عندهم، لدرجة ان اماكن الجلوس عند الطلاب صعب. يعني انتوا شوفوا في الفيديوهات. الزمن اللي وصل فيه العالم لاستخدام أحدث التقنيات في حفظ القرآن الكريم، ما زال أهل نيجيريا متمسكين بالطريقة القديمة في الحفظ، واللي هي الكتابة على الألواح الخشبية. عشنا معهم قرابة 10 أيام لنتعرف على طريقة حفظهم للقرآن. قال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. اقول لكم على شيء غريب، الشخص ده مش بيتكلم عربي، مش بيتكلم عربي خالص خالص. بس هو ازاي بيقرأ القرآن بالطريقة دي؟ هو يتلقى القرآن من شيخه ويردده كما ترون الآن، بطريقة هو يقيم فيها آيات القرآن الكريم أفضل من مشايخ يصلون بالناس أئمة. وهذا الشيخ عبد الملك دليلنا في الرحلة هاي. احنا طبعا بعد ما وصلنا إلى القرية حكوا لنا أول شيء لازم تعملوه قبل ما تزوروا أي حلقة، قبل ما تزوروا أي مركز، قبل ما تعملوا أي حاجة لازم تزوروا حاكم القرية. السلام عليكم. ده حاكم القرية، شوفوا البيت بتاعه بسيط ازاي. القرية 5000 نسمة، يعني عندنا في عدة أماكن، في مكان فيه 30 حافظ، مكان 50 حافظ، مكان 100 حافظ، مكان 150 حافظ القرآن. ما شاء الله. يعني الآن الحاكم القرية يخبرنا إنه من عائلة واحدة في بيت يوجد فيه 50 حافظ كتاب الله. مثل ما شفتوا الحاكم متواضع جدا، بسيط جدا. الآن راجعين إلى المكان اللي فيه حلقات القرآن 3 كيلو أخرى. ماشيين ماشي، مفيش وسائل مواصلات، حياة بسيطة جدا بدائية. الفيديو ده متصور ما عداش عليه شهور أو من الفترة دي. حلقات سبحان الله شيء عجيب. كل واحد معه اللوح الخاص فيه، الصورة المخصصة له اللي يحفظها ويقرأون قراءة جماعية، لكن كل واحد فيه الصورة المخصصة له. سوى السماوات إلى منصور مع الواحد. السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟ هذا سكن الطلاب. هذا الكيس عبارة عن الخزانة المخصصة لكل طالب. يعني هذه القطعة كلام يعني مش محتاج شرح خالص. لا يوجد كهرباء ولا يوجد ماء، يعني هذه الأوراق تسلم لهم من قبل الشيخ. يعني سورة الحجر. نعم. تسمع يعني الشيخ بيعطي كل طالب ورقة مثل هذه، مثلا هذه سورة الحجر، والطالب لازم يكتبها على هذا اللوح. وبعد أن يكتب يذهب إلى الشيخ فيصحح له الشيخ الكتابة. يعني يكتبها، يصحح الكتابة على الشيخ، ثم يقرأها على الشيخ، ثم يبدأ هو بالحفظ. Bila sama kasara sai ce wa'dallahi. Agane? Ya ce hi sakin. بيتكلم نيجيري مع الطالب لأن اللغة الأم بتاعته. فتوضع هناك علامة ويذكر له العدد، كل كلمة الكلمة جاءت مرتين في القرآن من أجل ضبط الحفظ والإتقان. كآيات بعد أن ينتهي من حفظ هذه السورة مثلا، نعم فإنه يمسح كيف يمسحها؟ بالماء. يأخذ شيء من التراب ويمسح. وما نجرب الله عليه حافظ هو يكتبه يعني بدون يعني ينظر في المصحف. طب لماذا يا شيخ؟ لماذا هذه الطريقة؟ هذه الطريقة تثبت للطالب حفظه لا ينسى. فهذه الطريقة يقول الشيخ أنها تثبت الحفظ عند الطالب.
يكتب الطالب القرآن الكريم كاملا على الألواح من حفظه كل من حفظ القرآن عندنا نعطيه هذه الشهادة. ما شاء الله. تتحدث العربية جيدا؟ يعني لسان غير عربي وظروف صعبة وإمكانيات قليلة، إلا أنك بتشوف العجب العجاب. هاي رسالة قاسية إلنا جميعا أننا لسنا معذورين في تقصيرنا مع كتاب الله تعالى. لم يجعلوا أي عائق وهيبدأ يزور الحلقات القرآنية كلها. مثلا لما اجيب، يعني لو قدمنا شوية كده، لأن الفيديو حوالي 10 دقائق يعني. بينه وبين حفظه. دي حلقات البنات. لا يوجد أي شيء محفز لهم ليحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى إلا حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. في إيده وبيسرع ليصلي الصلاة في ما شاء الله. يعني 4 زوجات أيضا ده بيتكلم عن شخص متزوج 4 زوجات وزوجاته ال4 وهو معلمين للقرآن، فهو كان متعجب يعني من الشيء ده يعني. الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. أهم شيء عندهم يعني أن يدرس للأطفال القرآن ليكون يعني تمهيد وبداية. الفيديو لسه ليه بقية، بس ممكن ابعت لكم الرابط بتاعه يعني ان شاء الله للجروب الخاص بكم وتستفيدون منه. على فكرة في فيديوهات زي دي معايا تاني مش من النوع ده، لمعاني أخرى، بس حقيقة والله مهما بلغنا والله يا جماعة الخير نظل في نعمة كبيرة. انتوا شفتم شكل الحياة وشفتم كيف يحفظون وكيف يتعلمون. نحن في نعمة كبيرة جدا جدا. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. أتمنى تكون الرسالة الخاصة من الفيديو ده وصلت. ناخد طرف من المحاضرة ومش شرط يعني بس صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة. حد وضع عنوان كده مباشر للصورة دي؟ طيب علشان لا نطيل ولا نطيل في يعني الصورة دي ماذا تمثل؟ أنا وضحت لحضراتكم في عينان معصوبتان لا يرى الإنسان، وفي قلب، وهناك طريقان. طريق زي ما هو واضح على الشمال وطريق زي ما هو واضح على اليمين، وكل واحد أو كل طريق المآل بتاعه معروف. علشان ما أطولش عليكم، الشخص الذي يسير في هذه الدنيا، طبعا هذه الدنيا دايما 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 فيها مفترقات طرق وانت ماشي. يعني أنا ماشي في الدنيا أمشي شمال ولا يمين؟ مفترقات الطرق هذه ما الذي يدلك عليها؟ بناؤك الإيماني الذي في قلبك، لأن عينك لا ترى. فاهمين يا أسيادنا الكرام أنا أقصد إيه؟ كان أحد شيوخنا يقول يقول ضرير الروح، البناء الإيماني يعني. يقول ضرير الروح لا يرى وإن أبصر. يعني أنا لو شخص مفتح وشايف كل حاجة، لكن عندي شيء في قلبي خلل، أنا لا أرى وإن كنت بصير، مش هعرف أشوف مفترقات الحياة الدنيا اللي أنا ماشي فيها دي. فهو يقول ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب لو أغمض عينيه يرى أكثر. يعني الشخص الذي يرى بنور الله سبحانه وتعالى لو سار في هذه الدنيا، ربنا تبارك وتعالى هو الذي يرشده، وهو الذي يبين له وعورة الحياة التي يعيش فيها، يستعين فيها بالله ويأخذ دليله في هذه الرحلة آيات كتاب الله سبحانه وتعالى. فموضع الشاهد يا جماعة الخير، هذه الدنيا لا تخاض إلا بقلب سليم. طب والله ما فيش قلب يضل الإنسان حقا، والله يا جماعة الخير يضل الإنسان. بصير الروح أو عفوا ضرير الروح لا يرى وإن أبصر، وبصير القلب لو أغمض عينيه يرى أكثر. يعرف هو ماشي إزاي، هل هذا الطريق مآله خير ولا ليس مآله خير؟ يعرض كل شيء على الشريعة الشريفة. هذه الصورة الأولى. إحنا النهاردة بنتكلم عن المشاعر ولما خاننا تعاملنا مع كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الصورة الأولى هي فيها مكان المرقد الشريف،
لحضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه لوحة شريفة، من الناس من فرط محبته لرسول الله يود أن يرى رسول الله أو يزور هذه البقعة الشريفة ويدفع فيها نفسه وأولاده، ما عنده أي مانع أبدا. لقاؤهم بالحبيب صلى الله عليه وسلم محبب جدا. فتجد أن هذه البقعة أو هذه الصورة الشريفة تحمل للإنسان أو تحمل في قلب الإنسان شيئا طيب، يود أن يزور رسول الله بأي ثمن، أن يأنس برسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يرى صاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية هذه حقيقة، هذه لو أنا أخذتها بالمجان أنا لا أعلقها في غرفتي. إيه رأيكم فيها؟ شكلها حلو صح؟ وأنا والله أنا مش عارف هي إيه. دي لوحة على فكرة. اللوحة دي من أفضل 10 لوحات في الفن التشكيلي في العالم كله. اللوحة دي تخيلوا كده البرايس بتاعها كام؟ السعر بتاعها كام؟ تصل تقريبا سعر اللوحة دي ل 200 مليون دولار. انتوا عارفين 200 مليون دولار يعني كام؟ يعني احنا ممكن مثلا انا افضل اصرف فيهم انا والحفيد رقم 60. ال 60 ده شويه. انا ما اعرفش 200 مليون دولار دول نحسبهم ازاي بالمصري. رقم ضخم جدا جدا جدا. المشكله مش في ال 200 مليون دولار، احنا يعني لا عيش الا عيش الاخره. صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. انا عايز اسالكم سؤال، ايه اللي يدفع شخص، لان اللوحه دي طالما اتعملت وطالما بتباع في ناس بتشتريها صح ولا لا، ايه اللي يدفع شخص ان هو يدفع في لوحه زي دي 200 مليون دولار، مع اني انا قلت لكم والله صدقا اللوحه دي انا اخاف اني انا اخليها يعني عندي في الاوضه. شيء ما هنا في سؤال مهم، ايه اللي يخلي شخص يدفع هنا 200 مليون دولار؟ ده سؤال مهم على فكره. مش بس 200 مليون دولار الأسمياء بالنسبة لهم دي حاجة مهمة، لازم الأغنياء دي بالنسبة لها حاجة بس مش ممكن، بس مش المعنى برضو. لا مش كده برضو. مش اني انا ادفع او 200 مليون دولار كده. في مشاعر زي ما في مشاعر حركت الانسان الاول انه يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه واولاده، في شخص تاني ما من الله تبارك وتعالى عليه بهذه النعمه وبهذا الفهم عن رسول الله ممكن يدفع 200 مليون دولار في لوحه. يعني الشخص اللي حركته المشاعر تجاه الصوره الاولى، في شخص تاني حركته مشاعر خلته يدفع 200 مليون دولار في اللوحه الثانيه. صح ولا لا؟ قصة المشاعر. لماذا لا ننتفع بالقرآن؟ لماذا أثر القرآن في جيل الصحابة رضي الله؟ فهمتم المغزى يا جماعة الخير من الثلاث صور دول؟ لماذا انتفع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بكتاب الله تبارك وتعالى وما صار فينا الجلد والدأب المهم لهذا الباب؟ وهنعدد في الباب ده يا أسيادنا الكرام بعد ما تصلوا على النبي عليه الصلاة. يعني مثلا أنتم شفتم الفيديو اللي أنا عرضته لكم، إحنا في 2026 في ناس تعيش إلى الآن هذه المعيشة، وهناك من هم يعيشون أقل من ذلك، حياتهم بسيطة جدا جدا، لغتهم غير عربية. وبالمناسبة ده في وعورة شديدة في الطريق، صعب جدا في طريق الفهم. يعني مثلا لما تتعاملوا مع طالب غير عربي وتيجي تقول له مثلا كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، هو بيقرأ بس مش فاهم، هو مش فاهم. يعني أنا لو شخص عربي لغتي الأم عربية لنسفعا بالناصية، يعني مثلا سيجر على جبهته مثلا أو على هذا المكان المقدس أو الشريف في وجه الإنسان، لأن أشرف الإنسان هو وجهه، لذلك نهي أن يضرب الإنسان على وجهه. لما أقول له كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية مش فاهم. والترجمة الإنجليزية اللي موجودة تحت الآية مش هتعرف توصل له المعنى المراد. يعني مثلا لما هو يقرأ مثلا قول الله تعالى في سورة الإسراء، لأن دي من جماليات أن القرآن لا يترجم، القرآن يترجم تفسيره وليس يترجم ترجمة حرفية، لأن ده خيانة للقرآن الكريم، لأن القرآن فيه مجاز، اللغات الأخرى ليس فيها مجاز. يعني إيه؟ عارفين يعني إيه مجاز؟ يعني مجاز يعني ده باب تشبيهي في البلاغة جميل جدا. لما أقول مثلا وجدت بحرا يخطب على المنبر،
هل معنى كده ان البحر خرج من الارض؟ لا، رجل بحر في العلم، وجدت اسدا يقف في المعركه. هل معنى كده ان هو ينصرف ذهني الى الاسد اللي هو يقف على اربعه؟ لا، رجل اخذ من الاسد صفه الشجاعه فكان واقفا في ارض المعركه. فلما اقول مثلا قول الله تعالى ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط، الطالب الاجنبي او الشخص اللي لغته الام مش عربيه ما يفهمش الايه دي فهم صحيح الا لما يكون انا حصيلتي اللغويه عنده يعني انا عايز اوصل لكم لازم تكون لغتي الام عربيه وبتكلم بلغه فصيحه علشان افهم المعنى، ولازم يكون انا في اللغه الانجليزيه واصل لمستوى نيتيف سبيكر ان انا شخص متحدث اصلي هعرف اوصل له الايه، لان معنى الايه الطالب مش هيفهمه صح. يعني ايه ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك؟ لو احنا هناخد الايه على ظاهرها ما تعملش ايدك كده مغلوله الى عنقك، بس الايه ما تقصدش كده خالص. الآية فيها ربنا تبارك وتعالى يقول لك لا تكن ممسكا شحيحا على نفسك بخيل ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. فتخيلوا لو حد مش عربي بقول له الآية دي هيقول لي يعني إيه؟ هو مش فاهم. هو يعني إيه المعنى؟ مش يعني إيه المعنى، هو إيه المقصود مني أنا ما أعملش كده وبعد كده ما أسيبش إيدي برضو كده؟ إيه اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يوصله لي؟ فدي معضلة. لما الشيخ سأل الطالب أو سأل الشيخ بتاعه في الفيديو بيقول له هو عربي؟ قال له لا، دي معضلة كبيرة. لا يعني مثلا انا ممكن يكون شخص برضو عشان اقرب لكم الصوره، تخيلوا انت لو بتقراوا مثلا اسلامك ستاديز مثلا، واكيد احنا كنت انا بدرس اسلامك وانتوا بتدرسوا اسلامك يعني حتى في الثانويه او في الاعداديه او لما تدخلوا الجامعه ان شاء الله كليات شرعيه هيكون في ماده اسلامك باللغه الانجليزيه. ممكن تقرا كده بس ما انت بتعرف تقرا انجليزي بس مش فاهم فحوى الجمل نفسها، مش فاهم معناها يكون عامل ازاي. فاهمين اللي انا عايز اوصله لكم؟ فدي معضله تضاف اليها علشان كده يا جماعه الخير الاهتمام باللسان العربي مهم، مش رفاهيه، مش رفاهيه. يعني احنا بس انا هطول في الباب ده اهو، بس هو مهم. بس بلاش فكروني بالاسبوع الجاي، وانا عارف انا من اول الدوره بقول لكم فكروني كل اسبوع بحاجه ومش بنفتكر ومش بنقول، بس فكروني بالباب المتعلق باللغه ده، لان ده بيسبب بعد كده احتلال بالوكاله. انتوا فاهمين يعني ايه؟ يعني انا مثلا اضرب لكم مثال، عمركم شفتم مثلا كورس في الكره الارضيه اللي احنا عايشين فيها دي في مثلا اللغه العربيه في 6 ليفلات؟ مفيش. طيب في اللغه العربيه 12 ليفل 24 ليفل؟ مفيش. بس في اللغه الانجليزيه 6 ليفلات. في الاهتمام بثوره تعلم اللغات بصفه عامه، لان صارت اللغه الام هي لم تعد تغني ولا تسمن من جوع ابدا. فتخيلوا لما جيل الاباء اللي هم ابائنا احنا اللي هم، لان جيلكم هو نفس جيلي، لما جيل الاباء نشأ فما كانتش اللغه الانجليزيه بالنسبه له مهمه، بس بيسعى ان هو بس انتوا احنا كجيل نشأنا عرفنا ان اللغه العربيه لغه مش مهمه، بدليل انك دلوقتي عايز تتعلم اي وظيفه لازم يكون معاها لغه اجنبيه بحيث يكون في الراتب بتاعك راتب مجزي راتب كويس. فانا لما كجيل انا اعرف ان بس لو انا هلال مش فاهم عايز بس متاعه من هذه الحياه الدنيا، فانا لما ان شاء الله ربنا يكرمني باولاد انا هيكون اول شيء اعمله ليهم اني انا اضمن ليهم ان هم يتكلموا بلسان اجنبي. وده بنشوفه في الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليهم في الدنيا ان هم بيودوا اولادهم تعليم او مدارس اجنبيه. وعلى فكره في اولاد منهم موجودين في الحلقات لسانهم العربي ضعيف تماما. انا مش بقول ان اللي بيعمله الاباء ده صح ولا غلط، ماليش دعوه بده، بس انتوا خليكم فاكرين معايا التسلسل ده. احنا الجيل ده ادرك قيمه اللغه، لما يكون عنده ابناء بعد كده ان شاء الله بعد 10 مثلا او بعد 15 سنه هيطلع اولاده دول مش هيخلوهم يهتموا باللغه الام اللي هي اللغه العربيه، فهيدرسهم في البدايه او يكون محط اهتمامه في البدايه لغه اجنبيه. الجيل رقم 2 ده لما يكبر ويكون عنده اولاد ده مش هيعمل كده. هو اساسا لما يكون عنده اولاد هو لقى ان ابوه او امه بيتكلموا لغه انجليزيه، الكلام العربي بتاعهم كلام ضعيف مش بيكون الا في اطارات ضيقه جدا. فهو لما ينشأ الجيل رقم 3 ده هينشأ وهو لا يمت إلى اللغة العربية بصلة، اللي دي مصيبة كبرى اللي هي لغة الوحي الشريف اللي هو القرآن الكريم والسنة الشريفة. طب ده هيفهم ازاي؟ طب الجيل رقم 4 هيكون خلاص ماتت عنده يعني في خلال ظرف 80 سنة يا جماعة الخير تكون هوية الإنسان ماتت اللي هي اللغة بتاعته، لأن اللغة هوية هي اللي بتعبر عن معتقدات الإنسان حياة الإنسان.
فاهمين اللي انا عايز اوصله لكم؟ فمن المصائب الكبرى اللي مش بقول كده على فكره، تعلم اللغات في العصر اللي احنا عايشين فيه دي فريضه حضاريه. لا دي فريضه، انت لازم يكون لك باع في تعلم اللغات، تعلم او لغه من اللغات. تعلم اللغات في العصر اللي احنا عايشين فيه فريضه حضاريه، لكن استبدال اللغه العربيه بلغه اخرى دي جريمه حضاريه، دي جريمه. فاهمين الفارق بين الاثنين؟ انت انك تتعلم لغه ثانيه ده شيء كويس جدا، وحتى لو انت هتستخدمه من باب سواء فرص عمل او فرص او دعوه، ده شيء طيب جدا. لكن انك تستبدل لغتك الام بلغه ثانيه دي جريمه لا تقبل ولا تغفر ابدا. فاهمين يا سيدنا الكرام؟ فده انا بضرب لكم مثال بان الشخص اللي بيحفظ قران وهو مش من اهل اللغه العربيه مش فاهم، مش عارف يلتقط المعنى يعني. وفي ايات كتيره في القران الكريم كده، في ايات كتير كده وليها معاني لو انت مش عربي مش المعنى مش هعرف اوصله لك، فازاي القرآن أثر في جيل الصحابة وما أثرش فينا؟ من خلال 6 نقاط هنتكلم عليها إن شاء الله سبحانه وتعالى سريعا. الصورة الموروثة عن القرآن الكريم. رقم 2 العقدة النفسية، اقرأوا معايا. العقدة النفسية من الصغر، طول الإلف. رقم 3 هنشرح يعني طبعا. نسيان الهدف من نزول القرآن، كيد الشيطان، غياب أثر القرآن، الإسراع في حفظ القرآن الكريم، عدم الإيمان بقدرة القرآن على التغيير. رقم 1 يا سيدنا الكرام بعد ما تصلوا، هو ايه اللي حصل؟ هو انا بشرح منين؟ هي مش دي المحاضرة؟ ولا ما فيش كده خلصت؟ ايه اللي حصل؟ طيب ثانية واحدة. لا هي ما خلصتش، انا كنت لسه بقى يعني شغال عليها لحد الصبح والله. انتوا فرحتوا صح؟ لقيتوا احنا كده ما تقلقوش مش هنطول ان شاء الله. المفروض دي المحاضرة الأصلية اللي أنا نسختها. في خطأ هنا. أنا ممكن عملت حاجة مسحت كل المحاضرة، فهنضطر نرجع هنا للكتاب اللي احنا كنا الحمد لله خير. بس دي المحاضرة. الصورة الموروثة عن القرآن، العقدة النفسية من الصغر، طول الإلف، نسيان الهدف من نزول القرآن، كيد الشيطان، وغياب أثر القرآن، والإسراع في حفظ القرآن الكريم، وعدم الإيمان بقدرة القرآن على التغيير. دول كام حاجة؟ 2 4 دول أكثر 8 أشياء منعتنا من الانتفاع بكتاب الله. الصف بتاع المحاضرات ده يا جماعة الخير، في صف المحاضرات الخاصة بالقرآن الكريم ده صف في غاية الأهمية، بالإضافة إلى جانب الكلام عن اللغة العربية اللي أنا كلمت حضراتكم عليه. فرقم 1 الصورة الموروثة عن القرآن الكريم. قال ابن عباس أو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: نزل القرآن ليعمل الناس به أو ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. صار الناس يصل إليهم أن مجرد تلاوة القرآن الكريم المجردة دون معرفة مقاصد الوحي الشريف هذا هو عمل الإنسان، وهذه هي نعم هذا هو ما يفعله الإنسان في هذه هذا هو ما يعني يرنو أو يصل إليه الإنسان في تعامله مع كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا نحن نشأنا في بيئة هي لا تشجع على فهم القرآن الكريم ولا على بناء أو على فهم مقاصد الوحي الشريف ولا على فهم الرسالة الإلهية، لأن القرآن الكريم يا جماعة الخير وده هيبان. بصوا فين في جانب كيد الشيطان ده. وجدنا في بيئة هي تصم القرآن صما فقط، تقيم حروفه كما قال أبو حامد رحمه الله تعالى وتنسى حدوده. فتجد أنه ممكن يكون شخص حافظ القرآن الكريم ويغتاب الناس ويقع في أعراض المؤمنين، أو هو يفعل أشياء لا تمت إلى كتاب الله تبارك وتعالى بصلة. في جانب كيد الشيطان أن له تأثير على عدم تعلم البشر أو عدم هداية الناس إلى القرآن الكريم، أو أنه يوسوس إليهم أن مثلا تعلم التفاسير وأنا قلت لكم في بداية المحاضرة خلوا أحد إنجازات 2026 ضروري يا جماعة الخير هو قراءة تفسير مختصر للقرآن الكريم.
وده بالمناسبة سهل جدا وبسيط جدا. يعني مثلا لما تقرأوا في كتاب أو في مصحف المختصر في التفسير، هو المصحف الصفحة هي فيها تفسيرها، أو في القرآن تدبر وعمل، الصفحة نفسها هي فيها التفاسير. ولو قسمتم ده على الحلقات زي ما قلت لحضراتكم، كل جماعة من كل كتاب يراجعوا مع بعض مثلا تفسير كل يوم قطعة معينة من القرآن الكريم بالاتفاق 3 صفحات 4 صفحات بعد انتهاء الحلقة، تستفيدون استفادة جمة جدا. وهيكون أحد أفضل الإنجازات اللي أنتوا عملتوها في حياتكم قراءة تفسير مختصر عن القرآن الكريم. وكذلك في باب التاريخ، قراءة تاريخ الأمم بطريقة مختصرة بدون توسع، من غير يعني مثلا عشان نكون خلاص خلصنا جانب القرآن الكريم، مثلا لو في باب التاريخ من المهم جدا على الإنسان المسلم أن يقرأ سيرات النبي صلى الله عليه وسلم بتمعن وبتفحص، قراءة الرجل الذي يبحث عن حياة الرجل الكامل وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام. ده رقم 1. رقم 2 سيرة الخلفاء الراشدين، لأنها من الدين. الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عنهم وقال عضوا عليها بالنواجز، يعني على الفترة بتاعتهم. إذن فترة النبوة، العهد المكي والعهد المدني، أو القراءة في كتاب مثلا مختصر زي روضة الأنوار، الرحيق المختوم، نور العيون. 2 فترة الخلافة الراشدة، والشيخ علي الصلابي أسأل الله أن يمد في عمره ليه كتاب في كل واحد من الخلفاء. سيدنا أبو بكر ليه كتاب، وسيدنا عمر ليه كتاب، وسيدنا علي ليه كتاب، وسيدنا عثمان، أو بالعكس سيدنا عثمان وبعد كده سيدنا علي، كل شخص ليه كتاب. وبعد كده تقرأ تاريخ مختصر عن بعد كده عن الحقب التاريخية المختلفة، لأن احنا عندنا مثلا كمسلمين السيرة النبوية الشريفة، فترة الخلافة الراشدة، بعد كده الدولة الأموية، صح؟ بعد كده الدولة العباسية، بعد كده من أول مرحلة الدولة العباسية مثلا بعد 200 هجريا، فاهمين الرقم ده؟ بعد 200 هجريا هنبدأ ندخل في حقب الدول المستقلة، الدولة الأيوبية، الدولة مثلا الزنكية، الدولة مثلا الفاطمية. تجدوا ان في دول بدأت تنشأ مستقلة في أطراف العالم الإسلامي، لحد ما نصل إلى الدولة العثمانية بعد كده. وبعد الدولة العثمانية، الدولة اللي هي تمتد 8 قرون، يعني 800 سنة، نصل بعد كده إلى ذروة سقوط الخلافة، بعد كده التاريخ الحديث. فلازم تقرأ في الفترة دي كلها من أول الدولة الأموية لحد العصر اللي احنا فيه ده، تقرأ فيه قراءة مختصرة، وبعد كده تقرأ تاريخ بلدك أنت، تشوف مصر ازاي وصلت إلى الحالة اللي احنا كنا فيها دي، أو مصر دي كانت في الأول بتمثل إيه وبعد كده صارت بتمثل إيه. فده في باب التاريخ بصفة عامة، وده في باب التعامل مع القرآن الكريم بصفة خاصة، قراءة تفسير مختصر، وكذلك في باب التاريخ قراءة كتب مختصرة. فإبليس يا أسيادنا الكرام، ده كلام أحد الأئمة، يقول إن إبليس الذي أقسم بعزة الله، مش ربنا يقول أو إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم بعزة الله بأن يعمل على غواية البشر وسوقهم معه إلى النار ما كان ليترك هذه الأمة لتتلقى أبناؤها القرآن فيتزودوا منه بالإيمان، وكيف يتركهم وقد رأى التأثير العظيم الفذ للقرآن على جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وانا بحضر المحاضره دي الفقره اللي بعدها ما كانتش موجوده، فتذكرتها والله بفضل الله واضفتها. ان عشان تعرفوا ان جيل الصحابه، يعني ايه جيل الصحابه القران اثر فيه. شوفوا مثلا كلام زي كلام سيدنا جعفر رضي الله تعالى عنه مع النجاشي رضي الله تعالى عنه، والنجاشي مات مسلما. سيدنا النجاشي بيكلم سيدنا جعفر بن ابي طالب. مين سيدنا جعفر بن ابي طالب؟ ده كان المبعوث الرسمي أو المتحدث الرسمي بجماعة المسلمين اللاجئين أو المهاجرين إلى الحبشة. فالنجاشي جاله سيدنا عمرو بن العاص، ورجل فصيح اللسان يبين بأشد أنواع الإبانة. كان سيدنا عمرو بن العاص يا جماعة الخير مسألة منعقدة عند كفار قريش، ده رقم 1. رقم 2 كان سيدنا عمرو بن العاص على صلة بالنجاشي قبل الإسلام، ده كان بيحبه جدا. بس النجاشي هنا أظهر موقف بطولي حقيقة. فسيدنا عمرو بن العاص كان سيدنا خالد بن الوليد يتكلم عنه في دهائه وعبقريته، قال لو أراد عمرو بن العاص أن يجر حوت البحر إلى مكة لفعل. مكة دي لا يوجد فيها بحر، صح؟ بس كان بيقول من فرط دهاء عمرو بن العاص إن هو لو عايز يقنع الحوت في البحر إن هو يجيبه مكة هيجيبه. إزاي؟ هو سبحان الله يزيد في الخلق ما شاء. فمسألة إن شخص بالدهاء والذكاء ده إن هو يروح يتكلم مع النجاشي، هيعرف يجيب المسلمين ولا مش هيجيبهم علشان يتعاقبوا في مكة وينفذ عليهم يعني الأحكام التي يريدها المشركون. فراح عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قبل الإسلام تكلم مع النجاشي وقال له أيها الملك إنهم يقولون في عيسى قولا عظيما. النجاشي كان نصراني، وطبعا شوفوا سيدنا عمرو بن العاص دخل في الصميم مع النجاشي، قال له الناس دول يكفروا بالمعتقد الذي أنت مؤمن به،
فالنجاشي كلم سيدنا جعفر بيقول له يعني اعرضوا علي دينكم، او ما هذا الدين. ده نص كلام النجاشي وده حديث بالمناسبة. فقال النجاشي ما هذا الدين؟ فقالوا ايها الملك سيدنا جعفر، انا بكلمكم في ايه؟ في ازاي القرآن الكريم غير الصحابة، وكيف لهذا الدين وكيف لهذه التزكية أن تغير هذا الجيل. شوفوا كانوا بيعملوا إيه في الجاهلية قديما. قال له أيها الملك كنا قوما على الشرك. يعني إيه؟ ظلمات بعضها فوق بعض وبعضها تحت بعض، ما سيبناش حاجة إلا وعملناها. كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان، ده رقم واحد من فرط الضلال قبل الإسلام. نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. فقال انتوا تخيلوا هم انتقلوا من قاع القاع خالص إلى أناس كانوا خلاص صاروا في الذروة. بيقول له احنا كنا نستحل المحارم والدماء، نعمل اي شيء حرام انت ممكن تتخيله. لما اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رجل من انفسنا يعرفنا ونعرفه ونعرف صدقه ووفاءه عليه الصلاة والسلام وامانته، فدعانا الى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده. موضع الشاهد النجاشي بيسأله بيقول له امعكم شيء من هذا الدين اللي انتم مؤمنين به؟ فقرأ عليه قول الله تعالى كاف يا عين صاد، الى ان وصل الى قصة مريم في هذه السورة الشريفة عليها وعلى عيسى سلام الله تبارك وتعالى. فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته. الحديث طويل وأنا اختصرته. واخضلت لحى القساوسة الذين كانوا مع النجاشي من شدة بكائهم، يعني كانوا يبكون بكاء شديدا. ثم أقسم النجاشي قال والذي نفسي بيده إن هذا والذي نزل على موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة. ده وكلام سيدنا ورقة بن نوفل رضي الله تعالى عنه، لأنه كان على الحنيفية وكان على النصرانية. قال إن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى عليه السلام. فتخيلوا النجاشي كان غير مسلم وسمع رسالة القرآن من رجل حديث عهد من الإسلام سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ومع ذلك شوفوا كيف تأثر النجاشي غير المسلم بكتاب الله تبارك وتعالى، وتأملوا كيف تحول جيل الصحابة. فتخيلوا هل الشيطان ممكن يسيب أولاد المسلمين يتغيروا هذا التغير الذي كان في جيل الصحابة؟ نعيد تاني الجملة دي عشان مهمة. قال له أيها الملك كنا قوما على الشرك، احنا كنا ناس في أشد أنواع الفساد والانحلال الأخلاقي، نعبد الأوثان ونأكل الميت ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء. فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. فالنجاشي سأله بيقول له انتم معاكم شيء من الكلام بتاعكم ده؟ فحكى له قصة مريم عليه السلام من سورة مريم السورة المعروفة الشهيرة. فقرأ عليه جعفر فبكى النجاشي وبكى من كانوا معه، وأسلم النجاشي رضي الله تعالى عنه. مش بسبب الرسالة دي، أسلم بعد ذلك برسالة من رسول الله صلى الله على حضرته وآله. فتخيلوا هل يستطيع الشيطان الآن ينفع يحرف القرآن الكريم؟ ما ينفعش، لأن القرآن الكريم محفوظ، لكنه يحرف معناه في قلوب أتباعه، يجعلهم لا يعطون لكتاب الله تبارك وتعالى ولا لأوامر الوحي الشريف وقارا، كما قال الله تبارك وتعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوفوا فماذا فعل الشيطان؟ استطاع الشيطان أن اقرأوا معي. استطاع الشيطان أن يستدرج المسلمين. يعمل إيه؟ أن يبعدهم شيئا فشيئا عن الانتفاع الحقيقي بالقرآن الكريم. فأصبح القرآن موجودا بين المسلمين من الناحية الشكلية، صح ولا لا؟ فأصبح القرآن موجودا بين المسلمين من الناحية الشكلية، فتنشر المصاحف في كل مكان وتبث الإذاعات ليل نهار، وانكب المسلمون على قراءته في رمضان ويتنافسون في ختماته أو في ختمه مرات ومرات. فلا بد أن تكون هناك عودة حقيقية للانتفاع بمعجزاته ولتحصيل قدرته الفذة على إنشاء الإيمان والتغيير. Are you understand؟ فاهمين أنا أقصد إيه؟ هو بيبين إن بس هو زي ما يعني الكلام صح، بس هو اللي أنا أقصده فاهمين المفارقة اللي قالها سيدنا جعفر بين الواقع القديم والواقع الحديث اللي هم كانوا عليه واللي هم تحولوا ليه بعد كده. كان سيدنا عمر بيقول جملة جميلة جدا، بيقول لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. مين اللي يعرف قيمة الإسلام بجد؟ مين الشخص اللي يعرف قيمة النور؟ الشخص اللي كان في الظلمة.
وكذلك من الذي يدرك قيمة الإسلام وعدل الإسلام وجمال الإسلام؟ هو من أدرك عيشة الجاهلية. أنا شخص عشت في الجاهلية وفهمت، فلما جي الإسلام ده هو طوق النجاة الذي أنا أعيشه، أو لما جي القرآن الكريم الذي كان مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوفوا مثلا كلام سيدنا أبو شامة رضي الله تعالى عنه، يقول، مركزين معايا؟ يقول: لم يبقى لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه. وده منتشر في جميع الأوساط، خصوصا مع اقتراب العطلة الصيفية إن شاء الله سبحانه وتعالى. تجد مثلا دورات مكثفة في حفظ القرآن الكريم، لا نقلل منها، جميلة وكل شيء، بس ما فيش دورات مكثفة في تدبر القرآن الكريم، في قراءة تفسير مختصر للقرآن، ما فيش. لم يبقى لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه، دي رقم واحد، وسرعة سرده، وتحرير النطق بألفاظه. تجد كل الناس أو معظم المنشغلين بالقرآن الكريم بيدرسوا تجويد، بس في حد مثلا طلب كتاب معين علشان يقرأ تفسير مختصر، صعب. لم يبقى لمعظم من طلب القرآن العزيز همة إلا في قوة حفظه وسرعة سرده وتحرير النطق بألفاظه والبحث عن مخارج حروفه والرغبة في حسن الصوت به، وكل ذلك وإن كان حسن، لا نقلل منه أبدا، وكل ذلك وإن كان حسن، لكن فوقه ما هو أهم منه وأتم وأولى وأحرى، وهو فهم معانيه والتفكر فيه والعمل بمقتضاه والوقوف عند حدوده، وثمرة ذلك خشية الله تبارك وتعالى من حسن التلاوة. شوفوا مثلا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما كان يقول: إني لا أعرف بيوت الأشعريين من تلاوتهم بالليل وإن كنت لا أراهم متى نزلوا بالنهار. النبي عليه الصلاة والسلام مر على يعني سيدنا رسول الله لما كان يمر في المدينة ويسمع رجلا من البيت يقرأ، يقول: هذا من أهل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وسيدنا رسول الله قابل سيدنا أبو موسى الأشعري في الصباح، قال له: يا أبا موسى لقد سمعت تلاوتك البارحة في القرآن. فقال له: يا رسول الله لو كنت أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا. وكان سيدنا أبو موسى كان سيدنا رسول الله يقول له: لقد أتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتك جميل. شوفوا مثلا، يعني ممكن لو حد يسأل سؤال: طب يا شيخ أنا أريد أن أكون من أهل الله وخاصته. ابن القيم رحمه الله تعالى له تعريف بديع جدا في من هم أهل الله. ما هو في كويشن اهو، وفي علامة استفهام وكويشن، هنيجي إن شاء الله سبحانه وتعالى. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. من هم أهل القرآن؟ أنا حاطط لكم اهو برواز علشان تركزوا في المعنى ده. من هم أهل القرآن؟ اقرأوا معايا الجملة دي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن هم العاملون به العالمون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. تاني علشان ده سطر في غاية الأهمية، احفظوه معايا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أهل القرآن هم العاملون به، هم العالمون به العاملون بما فيه وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. يعني مش شرط انك تحفظ القرآن الكريم كاملا علشان تكون من أهل القرآن، لكنك إن تعلمت آية فاعمل بها. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ومنهم سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول: كنا ونحن فتيان حزاور عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، فتعلمنا القرآن بعد الإيمان فازددنا إيمانا أو فازددنا به إيمانا. فاهمين يا جماعة الخير؟ طب حد ممكن يقول لي: يا شيخ طب إحنا ليه بنحفظ القرآن الكريم طالما إحنا مش لازم نكون من أهل القرآن؟ أهم حاجة إن إحنا نعمل بالقرآن. لا، ده حفظ القرآن الكريم فيه مزية كبيرة جدا وشريفة جدا. منها مثلا تخيلوا حديث أم المؤمنين: من قرأ أو تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان تظل صاحبها يوم القيامة. رقم واحد. رقم اثنين: عدد درجات الجنة كما قال كثير من أهل العلم بعدد درجات آيات القرآن الكريم. فأنا كل ما أحفظ كل ما أرتقي في الجنة عند الله، علشان برضو أتحقق بمعنى قول الله تعالى: اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آيات كنت تقرأها. نرجع للسؤال تاني: ليه بنحفظ القرآن الكريم؟ متعلم القرآن الكريم هو أو حافظ القرآن الكريم هو أولى الناس فهما، أو أولى الناس مش أولى الناس، إيش يسمونها، أقدر الناس على تدبر القرآن. يعني الشخص اللي حافظ القرآن الكريم كاملا ده شخص يعرف يتدبر القرآن بصورة أحسن من الشخص اللي حافظ 10 أجزاء بس. إن هو بيعرف يجمع بين الآيات. هتفهموا السطرين دول إن شاء الله سبحانه وتعالى لما
بيعرف يجمع بين الآيات المتشابهات، القصص المتشابهة، ويستخلص الحكم من هنا والحكم من هنا. التقديم والتأخير في الآيات، كيف أعرفه إن لم أكن متعلما لكتاب الله تبارك وتعالى؟ مثلا فهم التدبر في القصص القرآني، وبالمناسبة في كتب مؤلفة في هذا الباب. مثلا ما فيش تكرار في القرآن الكريم خالص يا جماعة. يعني قصة سيدنا موسى عليه السلام، تجدون أن القرآن الكريم من أكثر الأنبياء ذكرا سيدنا موسى. أنا عارف إحنا طولنا وهنقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. من أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو مين؟ سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى عليه السلام لا تجد موقفا له مكررا في القرآن الكريم أبدا، لكن في كل سورة من الصور تجدون القرآن الكريم تعامل مع قصة موسى من زاوية مختلفة تماما. ففي زاوية لما كان طفل رضي الله تعالى عنه، وفي زاوية لما كان بيتكلم مع فرعون سيدنا موسى رضي الله تعالى عنه، وفي زاوية أخرى لما كان يفر من فرعون، وفي زاوية أخرى لما كان ربنا تبارك وتعالى جعله يرسل العذابات المتتالية أو التسعة معجزات على فرعون، الجراد والكمل والضفادع والدم. فتجد أن صور القرآن الكريم تعاملت مع قصة سيدنا موسى عليه السلام مثلا قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين وأرسل في المدائن حاشرين. في آيات إيه الفرق بين أرسل وأبعث؟ ده فرق تدبري ولغوي مهم جدا. ده رقم واحد. في مثلا في آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن سيدنا موسى قبل سيدنا هارون، وفي آيات في القرآن الكريم بتتكلم عن سيدنا هارون قبل سيدنا موسى عليه السلام. فاهمين يا أسيادنا الكرام؟ فأنا لو مش حافظ القرآن الكريم كله مش هعرف أجمع الجمع ده، أو مش هعرف استفيد الاستفادة الكاملة من القرآن الكريم. إذا قلنا رقم واحد الصورة الموروثة الخاطئة عن القرآن الكريم. بعد كده رقم اثنين تعضدها العقدة النفسية من الصغر. يعني فضلنا مثلا إمتى كثير من الناس بيفتح القرآن الكريم أو المصحف؟ والله في رمضان. إمتى بنشغل القرآن في البيت؟ لما يكون لا قدر الله، نسأل الله السلامة والعافية، في ميت أو في عزاء مثلا أو في كربة أو في مصيبة. بس ما ينفعش أشغل القرآن وأنا فرحان. ما ينفعش مثلا أسمع آيات جميلة وأنا ربطنا القرآن بزاوية زمنية أو نفسية وحشة جدا. هو القرآن ما كان لها. فاهمين يا سيدنا الكرام؟ رقم 3 وده مهم ونوقف هنا عشان أنا أساسا تعبت. طول الإلف. يعني إيه طول الإلف؟ تعالوا نقرأ الفقرة دي وهتفهموا المعنى المقصود. إن وجود الشمس وشروقها وغروبها في كل يوم هي آية عظيمة تدل على القدرات المطلقة للخالق. الكلام ده صح ولا غلط؟ وتدل على قيوميته سبحانه وتعالى وأنه لا تأخذه سنة ولا نوم. لأننا طيب إزاي إحنا غفلنا عن قيمة الشمس؟ والله أنا شخص عايش بغير 10 سنين 30 سنة 15 سنة عمري ما قمت من نومي إلا ولقيت إن الشمس موجودة. ما شفتش حاجة العكس، صح؟ عمركم شفتوا إن القمر طلع بالنهار مثلا والشمس كانت العكس؟ وربنا تبارك وتعالى تكلم عن ذلك في نظام بديع: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فإيه اللي خلانا نغفل عن المعجزة الكبيرة الربانية التي هي الشمس؟ هي طول الإلف إن هي موجودة قدامنا على طول. بقالنا 19 سنة 20 سنة مدة حياتنا وهذه الشمس موجودة، مع أنها من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى هذه الشمس. فاهمين يا أسيادنا الكرام؟ فطبيعة النفس البشرية إذا ألفت الشيء صرفها الإلف عن التفكر فيه. فاكرين الفيديو اللي أنا عرضت عليكم من شوية؟ الفيديو ده شفتوا فيه الأولاد بيحفظوا في ألواح خشبية، ما عندهمش شكل المصاحف المعهودة اللي هي عندنا دي، أو قليلة أو نادرة جدا جدا. طيب تخيلوا أنا إمتى أدرك قيمة المصحف ده؟ لما أنا أنتقل مثلا لمعيشتهم فترة. أكيد الشخص المهندس اللي أنا بكلمكم عليه اللي راح عاش في نيجيريا 10 أيام ده هو مدرك كثير من النعم اللي كان عايش فيها في البلد اللي هو كان مقيم في تركيا حاليا. ولما انتقل لنيجيريا لقاها مش موجودة. إن مثلا هم ناس فاقدين للطعام والشراب أو الطعام والشراب عندهم قليل، فأكيد ما عندهمش نت، صح؟ النت ده صار في حياتنا، احنا ممكن نتعلم منه. اليوتيوب صار مدرسة مفتوحة كبيرة جدا متوفرة لينا. أبجديات الحياة اللي هو فرش كويس أو مكان كويس نقعد فيه ده مش موجود عندهم. وانتوا شفتوا الفيديو ده مش متصور سنة 999 أو من 1000 سنة، ده متصور في السنة دي يا جماعة الخير، ما عداش عليه سنة خالص، ده تصوير حديث. فاهمين اللي أنا أقصده؟ فاحنا ليه القرآن الكريم ما أثرش فينا، أو لما لم ننتفع بالقرآن الكريم؟ رقم 1 الصورة الموروثة وتكلمنا عنها، العقدة النفسية وتكلمنا عنها. رقم 3 طول الإلف وتكلمنا عنه. رقم سيبنا نسيان الهدف وأخذنا كيد الشيطان. تاخدوا إن شاء الله راحة شوية ولا لا؟ احنا مش هنكمل أكيد، أنا خلاص تعبت، بس خدوا راحة شوية يعني إيه، وبعد كده لو في نصيب نكمل قليلا، مفيش نصيب
هنكمل قليلا برضه لازم يعني. ماشي. نقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. معكم إن شاء الله 15 دقيقة.